ورجعنا لكم بعد الفاصل، والحقيقة ان احنا حاليا في ايام ليها طابع خاص بيبقى فيها القلب اقرب والروح اهدى وارق واروق. نفحات شهر شعبان هلت وجاية كرسالة استعداد للاستقبال شهر رمضان المبارك. طب ازاي نهيئ قلوبنا لرمضان، وازاي نستغل ايام شعبان في القرب والطاعة وتهذيب النفس، وكمان نعيش معاه الاجواء الروحانية الجميلة من خلال صوته العذب الجميل. برحب بضيفنا اللي منورنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد البكري. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا دكتور في الإذاعة والتلفزيون في الأزهر الشريف. منورنا. ده نورك يا استاذ. أهلا بفضيلتك. زادنا شرف بوجودنا معاكم والله، يعني وقناه محترمه وبرنامج كويس. ربنا يخليك وربنا يوفقكم دايما ويرفع قدركم. دعواتك. أول حلقة النهاردة، يعني عاوزين بقى إيه؟ ان شاء الله. نفحات حلوة كده. ان شاء الله تكون بدايه خير وفاتحه خير عليكم وعلى القناه بامر الله. يا رب، اللهم امين. احنا دلوقتي عاوزه اعرف، طبعا شهر شعبان ده كان اكثر الاشهر الرسول كان بيصوم فيه معظم الشهر كله، يمكن كله من غير ما بيسيب فيه يوم. وسالوا سيدنا اسامه بن زيد. سيدنا اسامه، وكانت السيده عائشه رضوان الله تعالى عليها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يصوم شعبان كله ويفطر. يعني من شدة إيه؟ من شدة إن هم كانوا دايما من كثرة ما بيشوفوا حضرة النبي صائم، من كتر صيامه في شعبان، فكانوا بيعتقدوا إن هو إيه؟ بيصوم الشهر كله. لكن يحصل الأمر العكس إمتى؟ لما يجي يفطر يشوفوه فطر في يوم في شعبان. يبقى كده يعرفوا إن هو كان دليل على كثرة الصيام في شهر شعبان فقط. ماشي. فضيلتك بيقولوا لي في مداخلة مريم من القاهرة. الو الو مريم، فقدنا اتصال ولا ايه؟ الو. طيب هنرجع نتواصل تاني. كمل فضيلتك. فكان حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام يعني يقول، يعني هو ليه كان بيصوم لما سئل عن صيامه كتير في شهر شعبان ليه؟ قال: لأن ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. نعم. الكل في شهر شعبان بيبقى مشغول بشهر رمضان وهيحضر إلى رمضان. صحيح. في حالة لهو عن شهر شعبان، برغم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال، وفيه ليلة هي ليلة النصف من شعبان، يعني فيها أحاديث كتيرة في فضلها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أحاديث كتيرة في فضلها. ففي هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، أعمال السنة القادمة وآجال العباد والحجيج اللي هيحجوا لبيت الله الحرام في هذه السنة، كل ذلك يتم تحديده في هذه الليلة من قبل الله جل وعلا. وهو يعلم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل بداية الخلق يعلم سبحانه وتعالى الأعمار قد إيه، ومين اللي هيحج ومين اللي مش هيحج صحيح. وده عمره قد إيه وده عمره قد إيه، ولكن تحدد في هذه السنة. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان، والحديث في سنن الإمام ابن ماجه، وروي الحديث سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى يتنزل لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. يعني إيه؟ في غروب شمس يوم 14 اللي هيبقى صباح إيه؟ 15 يعني بعد المغرب يوم 14. دي بداية الليلة. ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في هذه الساعات، من ساعة غروب الشمس ينزل إلى السماء الدنيا يقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا، حتى يطلع الفجر. عشان كده ما تتفوتش. ما تتفوتش، ما ينفعش إنها تضيع.
طيب ورجع لنا تاني الاتصال. مريم، الو، مريم من القاهرة. في مشكلة في الصوت. مريم معانا؟ طيب فضلتك ممكن نبدأ كده بإنشاد عن يعني عن شعبان وعن الروحانيات اللي احنا فيها دي، وعن قبل ما ندخل رمضان، يعني نسمع حاجة. مفيش مشكلة في إنشاد ونخلي حتى بدايتها ولو آية قرآنية طيب حتى ليلة طبعا، النصف من شعبان طبعا ونقول إنشاد طبعا في عجالة كده. طبعا، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا. تعقيب بسيط كده. فيها يفرق كل أمر حكيم، المقصود بها ليلة النصف من شهر شعبان. بجد ربنا جل وعلا في سورة الرعد بيقول ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالإنسان لو مكتوب عليه إن هو من أهل الشقاء في الدنيا ومن أهل الابتلاء أو في أمر معين، ربنا جل وعلا في هذه الليلة دي ليلة تغيير الأقدار. صحيح. واللي بيغيرها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا لسه كنت اول حلقة بتكلم عن القبلتين. نعم. حصل في النصف من شعبان. نعم نعم. تغيير القبلة، فكان نعم. ان حاجة تتغير دي حاجة مش في خيالنا ان ممكن تتغير القبلة. حاجات ممكن تحصل. نعم. صحيح، للإنسان تخليه سعيد وتخليه في ثقة أكبر ما بينه وما بين ربنا. طبعا طبعا. طيب نقول إنشاد ده عشان حضرتك كنت طلبتيه. يا ريت يا ريت. شعبان يا شهر التحول والرضا. الله. شعبان يا شهر التحول والرضا. أقبلت بالذكرى يفوح شذاها. فيك الحبيب فيك الحبيب تحققت آماله. فيك الحبيب فيك الحبيب تحققت آماله. بالعين منه من بعد طول تقرب نحو السماء. بالعين منه وروحه تهواها. فأتاه أمر الله
فأتاه أمر الله وجهك ولي عند الصلاة لقبلة ترضاها لئن قصدت يا حبيبي ذا أنا رب السماء بقدرتي أرعاها. الله الله الله، ما شاء الله على صوت حضرتك، ما شاء الله. الله يحفظك. يعني احلى صوت بجد والله العظيم ان الله احنا يحفظك. نبدا بيه حلقاتنا الله يخليك. طيب معانا مداخله مريم. ايوه ايوه يا مريم، مين؟ انا بعد اذنك كنت عايزه اسال سؤال بس. ايوه. هو دلوقتي بما ان شهر شعبان دخل علينا، ايه يعني الحاجات اللي المفروض استعد لها عشان شهر شعبان وعشان يعني كده يعني كده يعني دي ايه؟ احنا فاضل لنا 15 يوم على رمضان كده. ايوه عشان استعد بس للصوم لرمضان وكده. بالظبط، عايزين نعرف ايه اللي هنعمله نستقبل بيه الشهر الكريم. ايوه إيه نشكرك يا مريم. تمام. لاستقبال شهر رمضان يعني أفضل حاجة إن الإنسان يعملها، سواء كان رجل أو امرأة، شاب أو رجل كبير، إنه يحسن النية الأول ويتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يبلغه رمضان، يعني طبعا. يدرك يا رمضان، رب، لأن يا احنا مش رب. عارفين لا الساعة فاقدين ولا اللي مفقودين. هتيجي علينا هيبقى فيها إيه صحيح. وضعنا. حسن النية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم طبعا. ليس يعني الإنسان مش هيدرك الخير لا بكثرة العمل، ولو حتى إنه ظل ساجدا على يعني مثلا على مصلاه في مصلاه كل ثانية في حياته. أيوة. لكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إن احنا نصفي النوايا بتاعتنا، نصفي نيتنا، نبقى نحب الخير لبعض. ندخل على شهر رمضان واحنا يعني ايه بنتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الصيام والقيام، لان ليس كل مصل او صائم يتقبل صلاته او صيامه. صحيح. مش كله. في ناس ممكن تصلي لا ينالها من صلاتها الا القيام والتعب. هي في اصلا ناس الصلاه صله. في ناس ممكن تصوم يعني في صيامها ما تستفدش شيء غير الجوع والعطش. خدت بال حضرتك؟ قراءة القرآن الكريم ننوي خير كده، ان احنا في شهر رمضان نعمل حتى كل يوم جزء. طيب انا مش قادر ان انا اجيب كل يوم جزء. امرأة مثلا عشان شغل بيتها في بيتها، بنت مثلا في الجامعة، ما تيسر اللي تقدر عليه. بس لازم تفتح المصحف. لازم تفتح المصحف. طب مش قادرة خالص انها تفتح يعني الامر مثلا صعب قوي، تلزم اي سوره من سور القران الكريم، ولكن سوره الاخلاص. مش قادره تذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ندخل على هذا الشهر الكريم واحنا ايه بنيه خالصه لله سبحانه وتعالى، ان ربنا يعني يتقبل منا ومش عارفين الاجل بتاعنا امتى، فيختم لنا بخاتمه الخير. ما نخشش بقى على رمضان يا استاذه يعني واحنا ايه همنا كله الاكل. طيب. والشرب في معلش هقطع كلامك، في مداخله استاذ هاني من القاهره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بس اسال سؤال للشيخ؟ طبعا اتفضل. بقول لك يا شيخ، انا ازاي استعد لرمضان وما اضيعش الوقت وابقى ربنا طول الوقت؟ تمام مع حضرتك يا استاذ هاني. تمام. كنا لسه بنتكلم في هذا الامر، الهمه والاستعداد لشهر رمضان بايه. اول شيء عندي ان انا اكون يعني النيه بتاعتي خالصه لله سبحانه وتعالى. اي مظلمه قبل ما ادخل على شهر رمضان وغير شهر رمضان، اي مظلمه اتحلل منها. في حد له حق عندي اعطيه له،
طيب هنفترض ان في واحد عليه حق لفلان ومش في الاستطاعه، هنفترض الحق ده مثلا مادي مش معنوي، مش في الاستطاعه بتاعته. ربنا سبحانه وتعالى اعلم بحاله وهو يستسمحه، يعني يستسمحه، لان كل يعني ده لو الحق مادي. اما لو الحق معنوي لازم نتسامح. ما ينفعش ان انت تدخل على شهر رمضان وعايز ربنا يكرمك ويغفر لك ويرفع قدرك ويعطيك من فضله وانت الداخل عندك مش صافي. وبالذات الداخل ده يا مولانا، لو حد شايل من حد في الايام دي، اخ شايل من اخته او العكس، او زوج من زوجه. حضرتك جبت نقطه هنا مهمه. دي في ليله نصف من شعبان ايه اللي بيتم فيها؟ السيده عائشه بتقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كانت ليله النصف من شعبان يتنزل الله جل وعلا الى السماء الدنيا، ده حديث تاني، فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. يعني ايه؟ كل الخلق ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، اصحاب الذنوب بقى وكله. ما فيش واحد بقى يقعد يقول مثلا الكبائر والصغائر لا، او الكبائر لا والصغائر ربنا بيغفرها. انت ما تضيعش رحمه ربنا. رحمه ربنا واسعه. هو ربنا اعطاك علمه. الحديث يغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. اللي هو المشرك معروف. المشاحن انا بيني وبين حضرتك امر معين، او بيني وبين فلان امر معين في النفس، لازم اصفي نفسي. صح. ربنا يقول على ده ايه بقى؟ امهل هذين حتى يصطلحا. سيبوهم كده ما يدخلوش في المغفره وفي العفو لحد ما يتصالحوا. طب ما نتصالح ونتصافى ونتحاب في الله. طب لو حد حصل اذى، في تعب، حد مجروح من الشخص اللي قدامه، هقول لحضرتك على حاجه. سيدنا ابو بكر الصديق في حادثه الافك بالنسبه للسيده عائشه اللي ربنا سبحانه وتعالى برأها من فوق 7 سماوات، مين اللي اثار الكلام على السيده عائشه؟ اللي سيدنا ابو بكر رباه، كان يعني رباه وكبره وعلمه واعطاه ماله يتاجر بيه. هو اللي يتكلم في حق مين؟ في حق السيده عائشه. فسيدنا ابو بكر قال له انت، انا هعمل معاك كده، انا بجيب لحضرتك بمثال عشان الصوره تتضح. فاهمه. يعني انا بعمل معاك كده وانت بتقول في حق بنت كده وبتجرح فيا وبتاذيني. فمنع عنه ايه؟ المال وكل شيء. فنزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وليعفوا وليصفحوا. ربنا الرسالة هنا لمين؟ لسيدنا أبو بكر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر قال بلى أحب، وعفى عن اللي اتكلم في حق بنته بالسوء واتكلم في عرضها ورجع له المال تاني يتاجر بيه، وعفى واصلح. فما فيش احسن من العفو في هذه الايام. معانا مداخله، معانا منال من القاهره، من الجيزه. منار، اهلا يا منار. ايه طيب، عودي الاتصال بينا. كمل فضلتك. دخلت معانا؟ اوكي. مساء الخير يا منار. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ بخير الحمد لله. كنت محتاجه اسال فضيله الشيخ سؤال. اتفضلي. طبعا. هل قيام الليل في شعبان ليه فضل مختلف؟ قيام الليل في شعبان فيه فضل مختلف؟ هو يعني قيام الليل كل واحد، لكن فيه ليالي يا استاذه يعني بتمتاز بفضائل معينه. زي ايه؟ زي ليله النصف من شعبان. يعني دي فيها حديث في سنن الدارقطني عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قال 4 ليال يفتح الله فيها الخير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ايه هذه الليالي؟ ليله الاضحى اللي هي ليله عيد الاضحى. نشكرك يا منار. ليله عيد الاضحى حضرتنا بقى في حديث كده: ليله الاضحى وليله الفطر وليله النصف من شعبان
بنص الحديث كده، ليلة النصف من شعبان فيها يعني أعمال السنة اللي هي القادمة، وآجال وينسخ الله فيها آجال العباد، ويكتب الحج هنا مش الحج مفرد، هو حضرة النبي يعني أوتي لغة الفصاحة والبيان، معناها الحج اللي هم كل من سيحج إلى بيت الله الحرام. ليلة النصف من شعبان وليلة عرفة. فإذا الأربع ليالي دول عندنا فيه ليالي كده إيه فيها الخير بيبقى إيه بزيادة، زائد بزيادة. كل الخير اللي هيقيم اللي بيقيم الليل كل ليلة نعم له الفضل، ولكن فيه ليالي كده حضرتك فيها إيه امتيازات معينة كده، نفحات وعطاءات من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. من ضمنها ليلة النصف من شعبان كما إيه ذكر الحديث. بشكرك فضيلتك، بس عايزين نختم بحاجة تشرح كده القلب. حاضر. عايزين نختم بيها، يعني يا ريت لو نختم على الإنشاد. تمام معانا؟ أوكي. طبعا بشكركم على الاستماع، وانتظروني يوم الجمعة القادمة بإذن الله الساعة 3 العصر. هنتفضل. في مثل هذا الشهر جاءوا أحمدا قالوا له أيا محمد ائتنا بعلامة تزكيكم ونراها. نظر الحبيب إلى السماء فرأى البشارة قلبه ووعاها. قم فانقسم نصفين يا بدر السماء فانشق معجزة